اليوم الثاني من رحلتنا في تونس راح أقدم لكم اليوم رحلتنا في تونس اللي زرنا فيها مدينة سوسة وأخذنا رحلة عبر باخرة القراصنة اللي كان يوم ممتع يوم رائع ورحلة رائعة وتستحق يعني التجربة والاستكشاف. أنا صح هيدي تاني زيارة إلي لتونس بس أول مرة بجرب كل هيدي النشاطات يلي راح تشوفوها في الفيديو. لهيك لما قمت الصبح مثل ما عم تشوفوني أول شي يعني شعلت الضوء وراح أطلع على البرندة لاستقبل هيك يومي بهيديك الإطلالة الرائعة والحلوة اللي بتطل عليها غرفتي. بعدين راح أروح جهز حالي لنروح لظهرة اليوم. شوفوا كده يعني شوفوا كده شوفوا هيك هيدا الجمال. راح خليكم هلا مع بقية الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا هون خلاص بعد ما صليت رحنا على الفطور. على الفطور عملوا لنا هيك هدول الكريب هيك يعني في شغلات حلوين. المهم شو بدي لكم انه الفطور كتير عاجبني. الاكل عندهم في نقول عليه يعني بيتاكل مش كتير واو لانه اصلا الفندق 3 نجوم ومش حنقول ومش حنقول انه الاكل تبعهم مش حلو ولا شيء تاني. بس الحمد لله وهيدا الاكل يعني بالطاولة مش بس فطور لحالي لوحدي لحالي بس مع رفقاتي كمان. وهون اوتفيت تبع اليوم بالازرق. شوفوا وقولوا لي شو رايكم وراح نظهر اليوم ويلا تابعوا الفيديو للأخير. هيدا هو اوتفيت لنهار اليوم بالأزرق. خلاص كملنا وهيك وشو بقى كمان يلا. المهم رانا جينا هنايا باش نركبوا في باخرة القراصنة باطوبيرات ودوك نقول لكم نورمالمون 25 دينار تونسي للواحد وهذه هي.
وهيك بنكون وصلنا على شو، على نهاية هيدا الفيديو ورحلتنا باخرة القراصنة. بتمنى انه الفيديو يعجبكم. اكيد هيدا المرة انا ما صورت بطريقة جد احترافية ولا رائعة لاسباب شخصية بتحفظ فيها، يعني ما راح اذكرها، بس اكيد سفرتي الجاية على تونس حوجد لكم فيديوهات ولا اروع. استنوني في الفيديو الثالث.